الحمد لله على ما أنعم والشكر له على ما ألهم، وصلى الله على محمد وسلم. يقول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الآن نظرة على بلاغة الكلمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومثل الذين كفروا. أولا، لماذا جاءت الواو هنا؟ يعني لماذا لم يقل مثل الذين كفروا؟ لماذا قال ومثل الذين كفروا؟ ثم لماذا قال ومثل الذين كفروا ولم يقل ومثلهم؟ الآية التي قبلها متصلة بها كما بينا هذا من قبل، لكن هنا جاءت الواو. لو أن الواو عاطفة أو أنها استئنافية، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك أنه يريد أن يظهر أن هذه صفة كأنها صفة جديدة له، أو كأن هذه الحالة حالة مستقلة عن الحالة التي قبلها، وكأن الله تعالى ضرب لك، بين لك حالهم ثم ذكر لك مثلهم فقال ومثلوا. وهناك فريق من أهل العلم يقول الواو استئنافية أي جملة جديدة، وهناك من يقول بأن الواو عاطفة. على أي حال، جاءت الواو لتبين لك أن هذه حالة مستقلة جديدة تبين لك عدم انتفاعهم بدعوة الإسلام، فقال ومثله الذين كفروا. لم يقل ومثلهم لأنه يريد أن يبين لك أن السبب المانع من إيمانهم هو الكفر، أن الجهل بالله تعالى، أن الجهل بصفاته سبحانه وتعالى، أن الجهل بقدرته وعلمه وحكمته، أن الجهل بالله تعالى وعظمته كان دافعا لهم بأن ستروا هذا، فقال ومثل الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى في هذا المثل كما بينا يبين لك حال النبي صلى الله عليه وسلم الداعي الواعظ، وحال الدعوة المتلقاة كيف تلقيت هذه الدعوة، ثم بين لك حال هذا الراعي وهو ينادي على هذه الأغنام أو هذه البهائم، ثم بين لك حال هذه البهائم وهي لا تستجيب، وبين لك النداءات. هؤلاء يشبهون هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى إعراضهم، ذكر في الآية الأولى والثانية إعراضهم عن الله وإقبالهم على الأصنام. ذكر إعراضهم عن الله، هذا هو مثل الإعراض عن الله، وذكر في الآية الأولى إقبالهم على ماذا؟ على الأصنام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي نسير خلفهم في عبادة الأصنام. فبين في الآية الأولى الإقبال على الأصنام، وبين في الآية الثانية الإعراض عن الله وعدم الانتفاع بدعواته ورسالاته. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. لماذا قال كمثل الذي ينعق ولم يقل كمثل البهائم؟ أولا، ومثل مبتدأ، ومثل الذين كفروا مثل مبتدأ. الكاف في كمثل للتشبيه، وهي ليست زائدة، هي ليست زائدة، ومن قال بزيادتها فقوله ليس صحيحا، لأن الصفة لم تكن عين الصفة كما يقول المفسرون. ومثل الذين كفروا مثل الذي ينعق، فمثل هذه الثانية مالها هي خبر مثل الأولى. مثل الذين كفروا مثل الذي ينعق بما لا يسمع. فهمتم الآن؟ هذا هو مبتدأ وهذه هي الخبر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. لماذا لم يقل كمثل البهائم؟ ومثل الذين كفروا كمثل البهائم لا يستجيبون. إن الله سبحانه وتعالى سيرتب على ندائهم بمثل الذي ينعق أوصافا
هذه الأوصاف كلها كانت ستنقضي لو قال ومثل الذين كفروا كمثل البهائم، لأنك تعلم أن البهائم لا تستجيب للنداءات لأنها لا تفهمها. لكن الله تعالى في مجال الذم يريد بيان هذه الصفات لهم، فذكر فأعرض عن البهائم وذكر ماذا؟ كمثل الذي ينعق، لم يذكر كمثل البهائم، لأنه لو قال كمثل البهائم أنت لا تحتاج إلى صم ولا بكر ولا فهم لا يعقلون، لأن هذه صفات البهائم، بل إن البهائم أفضل حالا منهم. لماذا؟ لأن البهائم تسمع وتبصر، وهؤلاء صاروا أحمق من البهائم إذ لا يسمعون ولا يبصرون، فهم متفقون مع البهائم في صفتين ويزيدون على البهائم في صفتين. اتفقوا مع البهائم في ماذا؟ في السمع والبصر، مع أن لا، لم يتفقوا في هذا. البهائم تسمع وتبصر، والله يقول هم صم بكم عمي. انظر، البهائم تبصر وتسمع وهم لا يسمعون ولا يبصرون. البهائم لا تفهم وهم لا يفهمون. البهائم لا تنتفع بالنداءات وهم لم ينتفعوا. فزاد هؤلاء الكفار على البهائم أوصافا زيادة في التهكم والسخرية منهم، وبيانا لعظيم جرمهم في إعراضهم عن الدعوات المتتالية من النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله تعالى. ثم قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ما معنى ينعق؟ النعق هو كثرة الصوت الكثير المتعاقب الذي هو للزجر، فهو يزجرهم بهذا الصوت وتتوالى نداءاته وتتتابع لزجرهم عن الضياع. هم شاردون كهذه الدابة التي ستقع من فوق جبل وهي لا تدرك، تسير مسرعة والراعي ينادي عليها أقلعي عما أنت فيه انتظري، وهي لا تفهم نداءاته وهي ستقع ستهلك، فهو ينعق بها يزجرها بصوت عال متتابع مرتفع. إنه يقول لك إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المعرضين لم تكن دعوة بطيئة، بل كانت دعوة سريعة متتالية، بل إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستمرة ولم تنقطع قط.